يعني كل واحد فينا عنده قصه. انا لو سالت اي حد من اللي حوالينا، عندك قصه، بدايه مشروعك هي قصه، التخبط اللي انت عشته عشان توصل للشغل ده قصه، حياتك نفسها فيها قصه وفيها محتوى وفيها كونتنت. اشتغل عليه وطوره وظهره للناس. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. انا مبسوط قوي ان احنا مكملين في كلام البيزنس، في حاجات زتونه وخلاصه تفيد كل الناس. قصه براند. قصه براند. اه. يس. اه. وانت بتوريني اللوجوهات بتاعتك او مم. اللوجو والبراند ايدنتيتي وبتاع، حسيت ان اللي انت بتعمله ده قريب قوي من اللوجو، وكأن فيه شخصيه كده من اللوجو. مظبوط. ممكن تقول لي، لان الموضوع معقد شويه، بنسمع براند ايدنتيتي، بنسمع براندنج. انا كواحد لسه ببدأ حياتي كستارت اب او كشغل، يعني الموضوع بسطهولي كده واحده واحده. يعني احنا مبدئيا لازم نبقى عارفين مين العميل المستهدف بتاعنا. يعني انا لما اجي ابيع منتج او خدمه حتى، لازم ابقى عارف مين اللي هياخدها، مين اللي هيستقبلها، مين اللي محتاجها، عشان اعرف اكلمه باللغه اللي هو مناسبه ليه. فانا قبل ما افكر في لوجو، قبل ما افكر في منتجي، بنزل اشوف العميل ما هو بيفهمها انا اللوجو ازاي، اللوجو هيبقى بيحب بناء على ايه. ده، الاسم اوكي. هيبقى بناء على ده برضو. انا مم. بكلم مين؟ بكلم A ولا B ولا C؟ بكلم عميل هيحب انه يتخاطب بالانجليش مثلا، مم. ولا هخاطبه بالعربي، ولا هخاطبه بالعاميه. فلازم ابقى عارف انا هكلم عميلي ازاي، هوصل له الفكره بتاعتي ازاي. لازم يبقى عندي حاله ببيعها، انا مش ببيع منتج. لان المنتجات، ما هو انت كده مش هتنافس، انت بتنافس بالحاله اللي بتعملها. يعني نايكي واديداس مش بيبيعوا منتج، يعني المنتج موجود، الحذاء موجود، الترنج موجود، وممكن نفس الخامات موجوده في حته تانية، بس انت مم. بيبيع لك حاله، بيبيع لك ثقه، بيبيع لك ضمان، بيبيع لك حاجات كتيره. فبيبيع لك مثلا واجهه اجتماعيه، ممكن الناس تشتري ده عشان واجهه اجتماعيه مثلا. بيبيع ثقافه معينه. كل براند ليه يعني ليه حاله بيعملها، بيأثر فيك بشكل او اخر، بيخليك انت حاسس ان انا لا، هو مش منتج، هو مش تي شيرت، هو مش شوز، لا هو حاله. فانا لازم ابقى عارف العميل بتاعي مين، ومحتاج اوصل له ايه، السلوجان بتاعي، الحته اللي انا هلعب فيها في المايند سيت بتاعته، هسيب له ايه اثر يرجع يشتري مني تاني. لانه في الاخر خلينا نبقى واضحين، المنتج اللي عندك موجود عند غيرك، اللي انت هتصنعه النهارده، حتى لو انت اول واحد عملته، في 1000 واحد هيقلدك. ليه هيفضل العميل يشتري منك انت بس؟ هيشتري منك عشان انت عملت حاله، بنيت يعني جسر ثقه بينك وبينه. في حاجه تانية، مش المنتج هو الفيصل. انت مش بتبيع له برودكت بس، انت بتبيع له برودكت، وبتبيع له يعني احساس، بايا كان بقى الطريقه اللي انت هتخش له بيها، احساس بهويه، واجهه اجتماعيه زي ما قلنا، باحساس بقى ايا كان، براحه، بضمان، بثقه، ايا كان. ففي حاله بتبيعها. طب انا نفسي نوري الناس، زي ما انا شفت كده تمام. ووصل لي نفس الحاله اللي انت بتقول مم. عليها دي، نفسي نوري الناس اللوجو بتاعك، تمام. وتشرح لنا كده ببساطه الكلام ده كانه مثال عملي كده قدامنا. ممكن تورينا اللوجو بتاعك؟ تمام. ده اللوجو بتاع البراند الاساسي بتاعي. يعني انا عندي اكتر من براند، بس ده البراند الاساسي. اشرح لنا بقى، كنت بتفكر في ايه وانت بتعمل اللوجو ده؟ يعني بص، انا اولا ده تاني لوجو انا اعمله. انا امم. في الاول، يعني لو قلت لك ان انا في البدايه خالص، وانا الانفستمنت بتاعي كان في حدود ال 8 9000 جنيه، صرفت 500 جنيه عشان اعمل لوجو. انا كنت شايف انه الموضوع، ببص له ان هو، انا مش شايف الموضوع صغير، حاجه بسيطه مش مهم. لا، انا شايف ان الهويه حاجه، انا اولا عندي طموح، وشايف انه البراند بتاعي هيكبر، ومش باصص له ان هو حاجه صغيره فانا ممكن اكتب الاسم وخلاص، او اعمل اي حاجه تمشي الدنيا. لا، كنت شايف انه لازم ابني هويه من الاول، عشان اسيب الحاله اللي بنقول عليها. انا مش ببيع منتج، المنتج موجود عندي وعند غيري. امم. انا ببيع زي ما قلنا، بنبيع حاله. انا كنت هدفي مثلا في اول براند بداته، انه انا كان حتى عندنا سلوجان كده لطيف، زي يوني يرضيه. احنا شايفين ان احنا عايزين نبيع لبس حلو ويرضي ربنا، ويكون حاجه جميله، حاجه لطيفه، محجبات، طويل، واسع، فضفاض. فكان عندنا المينتاليتي دي والحته دي، فاحنا بعنا الحاله دي. يعني احنا ما بعناش العبايه ولا المنتج ولا الدريس ولا النقاب ولا الطرحه ولا الحاجات دي. انت في الاخر كل الحاجات دي موجوده عندك وعند غيرك. انت بتبيع الحته دي، بتبيع ثقه، بتبيع زي ما قلنا كده يعني براند ايدنتيتي، يعني هويه. في الاخر انا باخد الباكج كامله منك، ما باخدش منك المنتج بس. فلما عملنا اللوجو الاولاني والتاني، اللي هو النهائي اللي موجود معانا دلوقتي، كان هدفنا احنا يعني برضو بنخاطب الهويه العربيه بتاعتنا. فكان عندنا الحته دي، وبرضو باصين ان احنا في يوم من الايام احنا هنبقى بره، وهنبقى موجودين ممكن بره في الدول العربيه الاخرى، او ممكن في اوروبا او في اي حته تانية. فلازم كان برضو يبقى في حته انجليش، يبقى الموضوع واضح وصريح وفي موجود دي ودي. فيعني بصيت للموضوع بالشكل ده، فعشان كده اخترت اللوجو بالشكل ده، بالالوان اللي ممكن تليق
مع الفكره نفسها. هو عربي اه وفي نفس الوقت هو زين نور. زين نور دول نور، انا أسامي. نور الدين وزين الدين ولادي. نور الدين وزين الدين ولادي ولادك. وكمان عشان يواكب اسواق كتير بس انا مش قوي بس اخترت بره الاسم عشان في الإنجليش. اسم ولادي بس. انا عارف. انا برضو عملت سيرشنج كويس جدا جدا ان الاسم ده مش موجود، ومش أوكي. موجود يعني. حتى يعني انا كنت بسريش على كذا بلاتفورم عشان ابقى متاكد ان انا هبقى فيه تميز، مميز. نوع من التميز. ممكن يبقى فيه اسم معبر جدا ولطيف جدا وكل حاجه تمام، بس مش متميز، ساعتها مش هتظهر بسهوله. فما تصعبهاش على نفسك، اختار حاجه تكون مميزه من الاول عشان تبدا تظهر بسرعه. يعني انا لما اجي اعمل سيرش عليك الاقيك بسرعه، لكن لو لقيت اكتر من حاجه واقدم منك انت هتبقى يعني هتتعب قوي في الاول. فالافضل ان انت لا اختار حاجه سهله مميزه بسيطه. وانا اصلا برجح ان يكون الاسم مش كبير، يعني علميا بقى الافضل الاسم يكون مكون من 3 أو 4 حروف على الاكثر، ويكون من كلمه واحده، ويكون سهل بسيط، وطبعا معبر وبيخاطب الفئه اللي انا عايزها. يعني انا عايز الناس تكون فاهماه بسهوله، فيبقى انا بختار الاسم بالشكل ده عشان تبقى الموضوع بسيط ويوصل بسرعه ويعلم مع الناس. لازم الاسم يكون مرتبط بسلوجان، بحاله معينه. يعني انت لازم تبقى عارف عايز العميل بتاعك يحس بايه. فانت تقصد ان العميل بيشتري مشاعر مش منتج مظبوط، مادي بيستعمله. مليار المية. المنتج بتاعك موجود عندك وعند غيرك. حتى لو حاجة هي يعني انت عملت ابتكار جديد، اختراع جديد، في الاخر برضو هيحصل ايه؟ هيتقلد وهيبقى موجود وهيبقى منه كواليتي عالية وكواليتي اقل، فهيبقى المنتج ما هوش الحاجة اللي بتخليك تشتري بس، الا اذا كان زي ما قلنا فكرة جديدة خالص، وده هيبقى ليه وقت معين برضو، هتاخد وقتك في السوق. لكن احنا بنتكلم انت في حالة العميل اللويال اللي عنده ولاء ليك، اللي هيفضل مرتبط بيك، اللي هيشتري منك مره واثنين وثلاثه، ده ما اشتراش منتج، ده اشترى ثقه واشترى منتج واشترى حاله واشترى سعاده معينه واشترى. يعني احنا عندنا، انا عايز اقول لك ان انا اي براند بعمله بحاول اخلي الموضوع يبقى اسري قوي. يعني بخاطب العملاء بتوعي ان احنا اسره واحده، احنا حاجه واحده، احنا كيان. انتوا كبرتونا بفضل الله، انتوا ساعدتونا، انتوا، وفعلا ده حقيقه. فانت لازم تعامل العميل بتاعك ان هو ليه فضل عليك بعد ربنا، ان هو عمل، هو جزء من نجاحك. العميل بتاعك جزء من نجاحك، فلازم تهتم بيه، لازم تبقى بتقدم له فعلا سيرفيس بحب، وانت فعلا عايز العميل بتاعك يبقى عنده ولاء ليك، وعنده شايف ان انت قدمت له فعلا احساس حلو، احساس لطيف، عايز يكرره تاني. فلذلك ممكن اشتري منك مره واثنين وثلاثه. كل اللي انت حكيته ده من مجرد رسمه او لوجو او سلوجن 3 حروف. لو بصينا موضوع له كبير. بالبساطه دي، ممكن نقول لا يعني مش للدرجه دي، لكن هو لا، فعلا انت مرتبط بحاجات كتير وانت مش واخد بالك. انت شايف ان الاسم واللوجو دي حاجه بسيطه، مش حاجه مهمه، المهم الكواليتي، المهم لا. لو انت عايز تكبر وعايز تسيب اثر، لازم تهتم بكل تفاصيل، لازم تتعب في كل حاجه. وكل لون بيبقى ليه مؤشر معين في يعني ساينتفكلي بقى، في صح؟ ده لون بيدل على الثقه، ده لون بيدل على سهل الجوده. أقدر لان يعني لو عملت سيرشنج بقى على الموضوع هتلاقي سهل اوصل لده. سهله. يعني انا يعني اشوف اللون القريب ليا اللي بيوصل الحاله اللي انا عايز ما اوصلها. هو انا مثلا مش ده سهل هخاطب ولا صعب؟ مثلا معقد؟ رجاله مثلا في حاجه رجالي مثلا، جيب واروح حاجة عامل لون بينك بينك مثلا. مثلا، يعني كده ما مش يصحش كده، احنا مش مثقفين أوي. يعني كده مش داخله صح. فانا لازم برضو، انا عشان كده قلنا ايه في الاول، احنا بنقول مين عايزين، مين انت عايز تستهدف، مين هتكلم، مين العميل بتاعك فين. فلازم الحته دي يعني مهمه جدا. طب عمر، وانت بتقول في الاول كده في بدايه شغلك انت راس المال كان كله 5000 جنيه 5000 جنيه، بدات ب 5000 جنيه، وصرفت غالبا 10% من ال 5000 لا انا جنيه كنت عملت اللوجو. مثلا يعني كم دوره راس مال كده بسيطه، وصلت يعني مثلا دورتين او حاجه زي كده، وصلت ان انا كان معايا زي 8 9000 جنيه حاجه زي كده، صرفت منهم 500 جنيه اعمل لوجو. لو حد بيسمعنا دلوقتي يعني كل ما يملك عايز يحطه في الشغل بتاعه ومعهوش حتى ال 500 جنيه دول، هل عندك نصيحة ليه تساعده ولا لا؟ الموضوع دلوقتي بقى سهل جدا. يعني احنا ممكن نبقى حتى نحط في الديسكريبشن بتاعت الفيديو، هنحط حاجات كتيرة، ويب سايتس كتيرة وابليكيشنز كتيرة، سهل جدا تخش وتعمل لوجو واسم وكل حاجة، ويساعدك كمان على الاسم. ممكن يقترح عليك اسامي في ويب سايتس خاصة بالاسماء. يعني انت ممكن تخش وتقول له انا هعمل براند مثلا كذا، ويبدأ يديك اقتراحات. فالموضوع دلوقتي يعني الاي اي خلى الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، بس عايز مجهود، عايز اتحرك. هو الموضوع كله حركة، شغل، سعي. لكن انا النهارده عمال اقول لا ما هتبقى صعبه، لا مش هعرف الاقي، لا مش هوفق في الاسم، لا هيبقى مش احسن حاجه، لا اتحرك. الموضوع يعني كبساطه الموضوع، احنا مش بنقول كلام بقى ايه انشا، ولا بنقول بقى كلام اللي هو مش هيحصل ومش حقيقي، لا يعني كلام حقيقي وعلى ارض الواقع وبيتعمل وموجود وقابل للتنفيذ. فانا باقل موارد ممكن حتى ما ادفعش جنيه ولا اي حاجه، اوصل لشويه اقتراحات ولا اي حاجه، فور فري. كل حاجه هنحط تساعدني. التولز كلها اللي محطوطه تحت في الديسكريبشن هتبقى فور فري.
حلو، ده عملي ومفيد لكل الناس. اهو من على ارض الواقع. طيب عايز اسالك بقى حاجه، بما انك في السوق بقالك كتير، حلو. انت شايف ان في حاجات ترندي دلوقتي بقت كاتشي على الناس، على ودان الناس، على عينينا، في اللوجوهات والايدنتيتي والبراندنج؟ بص انا شايف انه مش بس في الهدوم، في كله. مم. اللوجو اللي مرتبط بقصه بقى اقوى لوجو. قصه. يعني يعني شفنا حالات كتيره حوالينا وبراندات كتيره وما شاء الله نجحوا نجاح مذهل، وبدون دعايه وبدون اي حاجه، بالكونتنت والقصه، المحتوى والقصه. انت في الاخر شايف انه انا شايف ان ربطت اللوجو بتاعي ايه ده بيعبر عن انا. يعني انا شفت اكتر من حد كان مثلا اللوجو بتاعي لما تيجي تساله طب انت اخترت اللوجو ده ازاي او قررت. انا وانا صغير رسمت، انا وانا صغير فكرت، حلمت، شفت. حتى الاسم ممكن يكون يعني ما هوش معبر قوي بس مرتبط بقصه، فالناس بتاثر فيها الحاله. وده اللي احنا قلناه في الاول، الاسم مم. حاله. مم. فانا عايشت اللي معايا الحاله، الطموح، الشغف بتاعي، انا دخلته جوه الاسم. فده بيخلي العميل بيرتبط بيك قوي، وبعد زي ما قلنا مش سهل ينساك. خلاص هو مم. بقى انت بالنسبه له بقت حاله كبيره هو دخل فيها. مم. حتى يعني في بعض البراندات لما بتيجي تغير اللوجو بتاعها او كده بتحصل لها مشاكل، لانه العميل مش قابل ده. يعني اكتر من براند حصل له دروب بسبب انه حاول يغير اللوجو. زي العميل اللويال اديداس لما اديداس كان برضو لما لوتس. اللوتس الناس ما قبلتش. اديداس هي الثلاث خطوط 3 اللي شروط. خلاص. مع ان الموضوع يعني بسيط قوي، موضوع بسيط بس لوجو تافه حاله قوي بس. حاله. هو مش قادر العميل اللويال، العميل ارتبطت اللي بده. بيحبك ارتبط بيك. فدي ده لا شك فيه. انت عشان كده فكرتني انا مهووس بقالي وقت كده بشارك تانك، وقصص كتيرة حلو جدا. بقى في ريادة الأعمال وستارت جميل. ابس وأفكار مشاريع صغيرة قوي. جميل. أكتر حاجة بتفرق معايا وأنا بتفرج وبتفرق بشوف الشاركس بقى قاعدين، الناس اللي هم بيتعاملوا بأرقام فلكية في شغلاناتهم مظبوط. وجايين يطلبوا منهم فند. مظبوط. أول ما بيسمع القصة، مع قبل صباح الخير وقبل ما حد يعرف نفسه ويعرف المشروع، أول ما زمان كنت مش عارف ايه، اليوم شمروا كده وركزوا وهموا كده وبدأوا يركزوا. فالقصة أهم ما في البراند زي ما انت بتقول. هو كانفستور عايز يحط فلوسه مع حد عنده حلم مش هيسيبه. انت لما بتحكي القصه وهو بيصدق القصه دي منك، فبيبقى عنده احساس ان انت مش هتجيف اب بسهوله. فكمستثمر انا هحط فلوسي معاك. لكن لو حد شايف انا والله انا عملت فكره جديده وهي دي بس يعني نقطه التميز عندي الفكره، لا معلش الفكره عندك وعند غيرك عادي جدا. الفكره بتيجي الكل. يعني لسه كنا بنتكلم قبل الحلقه في مكتب استشارات تجاريه كان عامل استشارات مجانيه. جاله قال لك يعني جالنا 5 عملاء قدموا فكره معينه، ال5 قدموا نفس الفكره وال5 ما يعرفوش بعض، وال5 فاكرين ان هم كل واحد فيهم فاكر انه الفكره دي هو الوحيد اللي يعرفها او اللي فكر فيها. فالانفستور او المستثمر عايز يحط فلوسه في ايه؟ عايز يحط فلوسه في حد واثق ان هو مش هيتراجع، هيكمل وهينجح وعنده ايمان بده. لو انت عندك قصه انت مش هتجيف اب بسهوله. انا عندي قصه وعندي حلم عايز اوصل له وهوصل له. لكن لو التميز بتاعي ان انا فكره او ان انا عملت بيزنس او ان انا بقيت اكسب فلوس او كده، ده مش تميز، ده حاجه كل الناس بتوصل لها. لكن صاحب القصه ما بيفرطش فيها بسهوله. حلو قوي ده يا عمر. نفسي نلخص كل اللي قلناه في الحلقة دي، حلو لأنه ده شايفه عمود أساسي كده جدا في الشغل جدا. لو حد عايز يدخل في حتة البراند ايدنتيتي او البراندنج لمنتجه او للخدمة اللي بيقدمها في شغله الخاص الاولاني وكده، تنصحه بايه؟ حاجات بسيطة عملية يعملها النهاردة مش بكرة. خلينا نقول الموضوع يبقى بسيط عشان بس ما نقولش بقى لازم شركة ولازم ادفع ولازم اعمل. لا الموضوع بقى زي ما قلنا فور فري. هنحط شويه تولز تحت الفيديو في الديسكريبشن تسهل الموضوع عليك. تخش تختار اسمك الجميل وتختار اللوجو يكون مناسب مع الاسم، مع الهويه اللي قلنا عليها، مع الروح اللي هنتكلم بيها مع العميل. بعد كده هنخاطب عميلنا بنفس الروح دي، مش هينفع تتغير. يعني لو بدانا ان احنا نكلم عميل مثلا بفئه معينه وبنخاطبه باللغه الانجليزيه مثلا، خلاص احنا هنكمل هنا. لو بدانا نكلمه باللغه العربيه خلاص هنكمل هنا. خلاص اخترت اللوجو واخترت الاسم بتاعك، تعمل لنفسك الهويه بتاعتك وتثبت عليها. ممكن في ناس مع الوقت بيحصل لها نوع من الملل، يعني ممكن يزهق يقول اغير اللوجو. ما تعملش كده ابدا، دي حركه خطيره جدا. في البدايه على الاقل من 2 ل3 تثبت بنفس اللوجو بنفس الاسم. حتى لو انت مع الوقت حسيت ان في اسم جديد احسن او ان انا ممكن اغير في اللوجو حاجه، ما تلعبش في اي حاجه. خلي العميل الاول يعرفك، خلي توصل للبراند اويرنس الاول، ترتبط الاول مع العميل وبعدين ابدا حتى تعمل تيستنج. ممكن وانت بتغير اللوجو زي ما قلنا في شركات كتير، ممكن وانت بتغير اللوجو ما تعرفش تغيره،
فتعمل تيستنج لو انت هتفكر في التغيير ده بعد كده. لكن في البدايه لا، اشتغل على نفس اللوجو، على نفس تقصد الاسم. بتستنج ده مثلا اني اختبر رد فعل الناس على السوشيال ميديا على مثلا الدوائر الصغيره بتاعتي ممكن، او ممكن على الناس اللي معارفي؟ حواليا، او ان انا اعمل يعني اخد فيدباك كده من على البيج بتاعت البروجكت بتاعي او الويب سايت، او يعني اخد بس تيست كده بسيط. تطلع رايي كده الناس صغير قبلتها اوكي، سريع. الناس ما قبلتهاش خلاص، لان انت في الاخر انت العميل هو رقم واحد عندك. فانت اللوجو مش بتاعك، اللوجو ده انت بتعبر بيه عن الحاله قلنا اللي بنديها للعميل. حلو قوي. من كلامك انا برضو نفسي ازود نقطه كده، انه القصه، اخلق قصه او بيع القصه قبل ما تبيع المنتج والخدمه، وكانك بتعيش الناس، لان احنا بنحب القصص هو انت مش بتخلق قوي. قصه، انت فعلا عندك قصه. انت كل واحد فينا عنده بروزها قصه، اقصد. انت اظهرها بس، صح. اشتغل عليها، احكيها. مم. انت عندك قصه، احكيها بس. يعني كل واحد فينا عنده قصه. انا لو سالت اي حد من اللي حوالينا، عندك قصه، بدايه مشروعك هي قصه، التخبط اللي انت عشته عشان توصل للشغل ده قصه، حياتك نفسها فيها قصه وفيها محتوى وفيها كونتنت. اشتغل عليه وطوره واظهره للناس صح. شكرا يا عمر، الحلقه يعني انا مبسوط مفيده اني معاك. عمليه، وعشان كده انت يا كمان رب. اخترت اسم الحلقات دي كلها ان هي تبقى قصه براند. براند. عايز مظبوط. اشجعك على الاسم ده، لانه فعلا يعني انا من دلوقتي ارتبطت بالحاجات دي، لاني قصه، هي قصه حقيقيه متعايشه، صح. وده اللي بيفرق قوي مع الناس. شكرا يا عمر. العفو.